بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاعتمادية وتعريفها ومظاهرها ازاي شخص بيعتمد على كيان آخر عشان يعرف يعيش ويستمد استقراره الداخلي من علاقة أو كيان آخر. المرة دي عايز أكلمكم عن علاقة الشخص الاعتمادي بنفسه من الداخل، رؤيته لنفسه. في 3 صفات موجودين في الشخص الاعتمادي. أول حاجة العلاقة السلبية بالنفس، الحاجة التانية عدم القدرة على رعاية النفس، ما يقدرش يهتم باحتياجاته الشخصية بنفسه، عايز حد تاني يهتم بيه. الحاجة الثالثة الأمية الوجدانية، ومش فاهم مشاعره وأفكاره اللي بتحكم فيه، مش فاهم الدوافع اللي بتحركه، مش فاهم أنماط العلاقات اللي بيمر بيه. في العلاقة السلبية بالنفس الإنسان لما بيعيش في أسرة مضطربة يعني فيها إهمال أو إساءة، مش بتهتم بيه أو بتأذيه، في الحالة دي بيحصل فقر شديد في قبول النفس وفقر شديد في الثقة في النفس، بتخلي علاقته بنفسه سيئة. عشان يقبل في هذه الأسرة أو في هذا الجو عاوز إما يقدم خدمة متفانية أو يقدم شيء يحصل بيه على الحب، فبيبقى بيدور على الحب المشروط. أنا مش محبوب لشخصي ولا لذاتي ولا لكياني ولا كوني ابنهم أو جزء من العضوية بتاعة المجتمع ده، ولكن أنا أتحب فقط لو أنا قدمت حاجة ترضيهم أو حاجة تعجبهم. فبيبتدي يشتري هذا النوع من الحب مقابل الخدمة المتفانية لهذه الأسرة أو هذا الكيان أو التفوق اللي بيشرفهم ويفرحهم، فهو بيعتمد على أنه يحصل على القبول مقابل ما يقدم، فبيبتدي ياخد شكل خبيث تاني، إدمان الكمال. عايز أبقى حاجة واو ما حصلتش، أبقى كده بعمل حاجات خارقة عشان أحصل على هذا القبول وعلى هذا الحب. وفي الحالة دي ما يقدرش يغفر لنفسه بسهولة. لو غلط غلطة، ما الغلطة دي بتهدد قبوله، فمش هيسامح نفسه، لأن هو بيبتدي عامل نفسه إن هو ملوش قيمة إلا لو أنجز، وبكده بيخنق الطفل الداخلي وبيتعلم هو رعاية الآخرين ورعايته الكبار، ما بياخدش حقه في الطفولة والمرح واللعب والمتعة والنمو، لأنه بيطالب نفسه زي ما بتطالبه الأسرة اللي حواليه بأنه ينجز وينتج، بالتالي مش بيقدر ياخد طفولته اللي بتخليه يكبر كبران صحي وكبران سوي. وبكده بيحتاج حاجتين، الحياة مش ممكن تقدم لي حاجة مجاني، أنا لازم أقدم عشان أخد القبول، مفيش حاجة ببلاش، فأنا مش هحصل غير لما أقدم. كمان في حاجة تاني، مستني حاجة تحصل عشان يبقى سعيد، ما لازم أنجح وأجيب كذا عشان أفرح، ما أنا لازم يفرحوا بيا في موقف عملته يشرفهم، فمش هبقى سعيد إلا لو حاجة حصلت بره مني، حاجة رد فعل من الآخرين هو اللي يخليني سعيد. أنا مش هعرف أبقى سعيد لوحدي من جوايا أن أنا أقدر نفسي أو أقدر عملي أو أقدر شخصي، مش هعرف أحب نفسي، لازم يحبوني عشان أشوف نفسي حلو، لازم يرضوا عليا عشان أرضى عن نفسي، فالآخرين هم اللي بيتحكموا في مزاجي وحالتي النفسية، فأنا مدمن الآخرين زي إدمان المخدرات وإدمان أي سلوك تاني عشان هم اللي بيخلوني سعيد أو مش سعيد، وأنا بكده ببيع شخصيتي للآخرين واسمح لهم بالتحكم فيا. في رعاية النفس اللي هي النقطة التانية، الاعتمادي ما خدش رعاية كفاية في الصغر، فمش عارف يرعى نفسه. يمكن الطفل لما بيبكي أو ينهار وماما تبتدي تهننه وتلعبه وتطبطب عليه تحايله تحتويه، بيتعلم يحتوي نفسه. لما بيتسامح ويتغفر له بيتعلم يغفر لنفسه. لما ما بيحصلش على رعاية كفاية بيفقد قدرته على رعاية نفسه. لما احنا بنرعاه هو بيتعلم يرعى نفسه، بالطريقة اللي بنهديه بيها بيتعلم يهدي نفسه، فهو محتاج يتعلم رعاية الذات بنفسه، يطبطب على نفسه بنفسه، ما ينتظرش آخر من بره يطبطب عليه عشان يهدى. بعض الاعتماديين بيطالبوا الناس ان يرعوهم بزيادة عن اللازم، يعني بيعتقد ان الآخرين مسؤولين عنه بنفس مقدار مسؤوليته هو عن نفسه، يعني متوقع رعاية من الآخرين هو اللي المفروض يعملها لنفسه، يعفي نفسه من دوره ومسؤوليته عن اهتمامه بنفسه، رعاية نفسه، تعزيته ومواساة نفسه والطبطبة على نفسه، في الوقت اللي بيطالب الآخرين يقوموا بالدور ده. انتوا اهتموا بيا، انتوا اللي طبطبوا عليا، انتوا اللي قدروني، انتوا مدحوني. طب انت بتقدر نفسك؟ لا. تحب نفسك؟ لا. بتطبطب عليها؟ لا. تمتدحها؟ لا. اما بتعمل ايه؟ انا بلومها، بجلدها، طالبها بالكمال، اهينها، لكن في نفس الوقت بطلب من الآخرين يهتموا، يرعوني، يحترموني، يقدروني، وانا مش عارف اعمل ده لنفسي، والناس مش هيقدروا يعملوا لي ده كل شويه، عشان كده هظل في جوع للناس كبير. لكن لو انا الناس من بره مش بتحترمني وانا من جوايا بحترم نفسي، ده كافي. انا مش محتاج اهتمامهم، مش محتاج شهادتهم عشان اقبل نفسي، مش محتاج رعايتهم عشان ارعى نفسي. فالافتقار الى مهارات رعاية الذات بيوقعني في اعتمادية اكبر. بقول الناس خدوا مفاتيحي خلوها معاكم، لازم كيان اخر من بره هو المسؤول عن استقراري وسلامي النفسي ومزاجي النفسي عشان يهدى. عشان ما بقاش اعتمادي لازم اتعلم ان موضع التحكم وموضع الضبط يبقى من الداخل من جوايا، مش استنى حد بره مني هو اللي يعمل لي الدور ده. اخر حاجة الامية الوجدانية،
أو الجهل الوجداني أو الجهل بالمشاعر. الأسر المضطربة مش بتسمح لأولادها بالتعبير عن مشاعرهم. ده كمان في مشاعر مرفوضة، ممنوع نقول زعلان، ممنوع تقول غضبان، ممنوع إنك تضحك بصوت عالي عشان ده عيب، ممنوع تبكي عشان ده ضعف. أنت ولد ما ينفعش تقول أنا مش قادر، أنت بنت ما ينفعش يظهر عليك الفرح والضحك وصوتك يعلى. فالتعبير عن المشاعر ممنوع، فبيبتدي ينفصل عن معرفة مشاعره، لأن هو مشاعره مش مقبولة، أو لو مقبولة مش مسموح التعبير عنها، أو تعبر فقط عن مشاعر إيجابية، تقول شكرا، تقول ممتن، تقول فرحان، تقول أنا يعني حاسس إن انتوا كتر خيركم، لكن ما ينفعش تقول أنا زعلان أو تلوم حد. فبالتالي بيفقد تواصله مع مشاعره، مشاعره تاخد إما إنكار أو انفجارات، يكبت وينفجر غضب مرة واحدة. فعنده مشكلة، مش عارف إيه الموقف جاب إيه فكرة، جابت إيه مشاعر خليته يتصرف بالشكل ده. فبرضه ردود أفعاله بيبقى فيها مشكلة، لأنه مش عارف المشاعر اللي بتسوقه من الداخل أو تتحكم فيه. فمحتاج يتعلم الذكاء الوجداني وإدارة مشاعره ومفهمها، محتاج يرعى نفسه وذاته، المفروض علاقته بنفسه تبقى إيجابية وصحية ما تبقاش سلبية. ربنا يدينا علاقتنا بنفسنا تبقى صحية. له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.